نتجاوز الكلام ده، نمشي لا لحاجة. لا ما بتجاوز. نتجاوز نمشي وين؟ ما ده كلام علينا ناس كتار بيقولوا. ما استضافة يا كاميرا ومورال، حياك حياك. مورال فوق منور. ما ينوم. والله يا أخي قال أنا أول مرة أطلع معاك وشكرا على الاستضافة، لكن أنا زول عن بعيدة عن السياسة، لكن قريبة على الواقع أكثر يعني. خلينا نكون كده يعني بشفافية وبوضوح يا كومورت. نحن هسه حاليا في المعركة بس هسه بتاعت الكرامة دي، معركة هي يعني بتاعت وجود. تمام، نحن السابق ده ما قفلناه من 2002 من 2003، ده خطيناه ملف يوم ان شاء الله. فنحن حاليا نحن كشعب سوداني لو ما وحدنا روحنا، ولو ما عملنا اتحاد سوداني، ولو ما عملنا لحمة داخلية، احنا اللي نلقاه. يعني انت زي ما شايف الشعب السوداني نسبة كبيرة جدا وقفت حول القوات المسلحة السودانية، وقفت حول القوات المشتركة ودراع السودان وبراعون والمقاومة الشعبية مستنفرين، حتى المياري مكنداكات الفاكر الشعب السوداني واقف وبيدعم فيه. ليه؟ لأنه نحن هسه حاليا عدونا الواحد هو الجندوي. نحن زمان من 2003 الحرب كانت في دارفور يا كومرو، صح؟ نعم صحيح. كانت صح. فيها الانتهاكات وكانت فيها التشرد وكانت فيها، حتى الناس كانت لاجئين داخل وطنهم زي ما انت شايف المعسكرات وحاجه ادرى بها يعني. لكن هسه حاليا الشعب السوداني كله وصلته الانتهاك، اذا كان في الوسط، اذا كان في الشمال، اذا كان في الشرق، اذا كان في اي حته. عدونا واحد اللي هو الجندويد ده. نحن عشان نقبل الجندويد نحن لازم هسه الفتره دي نبعد نحن روحنا يا قمرة من العنصريه. تمام؟ نعم. الخطاب بتاعت العنصريه ما بتقدمنا ليه؟ لانه الجنجويد هم بيلعبوا في خطاباتنا وبيحشدوا بها، ودي بتبقى لهم فجوه بالنسبه لهم. نحن بعيدين من التصنيف، وانا واحده من الناس بعيده من التصنيف، لكن يعني انا اعرفك اصنفك كامل زول داعم للمشتركه، كامل زول ما جنجويدي ولا بدهم في الميليشيا ولا اي حاجه. لكن اتمنى انك يعني انا اختك وتتقبل مني الحاجه دي. الفتره الهسي دي نحن الخطابات والعنصريه دي ما غالبانا نقدمها. دي العنصريه لو قلنا ما موجوده يا كومرت، صح؟ الدعوات العنصريه وين؟ ها؟ ما زي نحن شنو مثلا؟ نحن ما جينا وقفنا في المعركه دي، احنا ما فكينا الحياه، جينا وقفنا ليه؟ لانه ما وقفنا مع متفقين. دخلنا المعركة وفي الصفوف الأمامية وجاب منا الجنجويد والجنجويد معرضين كلهم متفقين. الخطابات العنصرية أنت قلت نخليها مثلا هسه في الفترة دي. طيب نحن الجيش ده ما كان الخطابات العنصرية ذاتها وين زي شنو مثلا؟ بعد ما شغلت الليتها في العام خليها نتصفى في العام ما في مشكلة. ايوه ما في خوف تقول. ثقافيه وبوضوح. نحن الجيش ده من 2003 مش نعم. احنا المؤسسه القوميه بتاعت القوات المسلحه السودانيه دي بتاعت الشعب السوداني. نحن جينا سقطنا الكثير وشلنا النظام البايد اللي هي دوله الخزانه الكبرى، ونحن دي كله صح. دي المؤسسه بتاعتنا. نحن جينا وقفنا فكينا الحياد نحن كمشتركه. نحن ما فكينا الحياد عشان نحن دايرين نجيب مثلا مع الجيش، لانه نحن شفنا انه الجنجويد بينتهك في المواطن، ونحن كقوات مشتركه النضال بتاعنا طلعنا من اجل قضيه المواطن السوداني، هي مطالبات حقوق المواطن السوداني وليس المواطن الدارفوري. طالما نحن بدينا على الاصح، على الاصح يا قمر. انا متفق معك في كل ما سبق كل ما سبق من الكلام. لكن السؤال هنا انت قلت يا كامل الفترة الحالية دي في خطابات عنصرية نتجاوزها. اديني سامبل، اديني مثال مثلا يا كامل في كلام كده 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 ده خطاب عنصري انت قدمته. الكلام ده حسي يا كامل اتنازل منه، نعجله نربطه نحطه في زمن كده نعجله. زي شنو مثلا مثال؟ ما نحن يا كامل ما نقعد نقول جلابه واسماعيليين وجعلين ودولك ما ينفع الكلام ده يا قمر. انت زول واعي الما يعني. بينفع شنو؟ الما بينفع الجلابه؟ ما نحن ما نقعد نقول الجلابه ونقعد نحن ما نحكم على بعض من الاشخاص وصمد فيهم مثلا قبيله كامله جعلين شواذ. يعني ايوه دقيقه، يعني انت مشكلتك انه احنا ما نقول جلابه. جلابه شنو يا كامل عليك؟ ما نحن ما نصنف القبائل، نحن عشان ما هو دقيقه مع واحده. يعني انت داير انه احنا ما نقول كلمه جلابه. والله يا كامل ما في داعي، ونحن ما نقول شوايه وجعلين، التحيه للشوايه والجعلين والتحيه لكل القبائل السودانيه.
ما عندي مشكلة، أنا ما عندي مشكلة مع شوايقة جعلية فلاتة رزيقات بفوق للراس كلهم. أنت قلت يا كامل كلمة الجلابة ما نقوله، يعني أنت قلت برضه جلابة شنو؟ يعني أنت حتة بتاعت الجلابة دي شايفة إنه حتة ما منطقية، ناس ما تتطرق لها؟ والله يا كامل انا ما لقيت لك تبشيرات، يعني انت بتتكلم عن الجلابه، تتكلم عن عن يبقى أنا صوتي ما واضح؟ صوتك واضح. هاي انت سامعني؟ أنا سامعك، أنا ما قاعد أسأل سؤال، أنت ما دايرة عن إحنا نقول ما نقول كلمة جلابة؟ انا اتكلمت بصفه عامه، نحن حاليا ما نسجل اي خطاب عنصري يا كاميرا، نحن وعدونا قلت لك يا هبه انت ثاني رجعت لورا، ما عندي مشكله في الموضوع ده، مع الموضوع ده جاوزناه، هي بتاعنا خطاب العنصري، هسه ما جينا في التفصيلات، جينا في التفاصيل. انت ما دايره الناس تتكلم في موضوع جلابه؟ هم وينهم الجلابه يا كاميرا؟ جلابه وين عشان احنا نتكلم فيها؟ ما في جلابه؟ نحن ذاتنا يا كامل ما طلعونا جلابه هسي، نحن هسي في البيت ما طلعونا جلابه. يبقى دقيقه واحده ما طلعونا جلابه، احنا ما عندنا علاقه بالجلابه. انت قلتي وينو جلابه؟ يعني ما في جلابه؟ والله انا ما شايفاه، طالما هو زول كعب انا ما بشوفه، اشوفه لسه. مشى وين جلابه؟ ها؟ مشى وين؟ انت وريني اليوم وينهم هسي، انت شايفهم ناس منهم؟ لا انت ما قلتي ما في جلابه، انت ما قلتي وينو الجلابه، ما انت اقتنعتي اسمعني يا هبه دقيقه، ونحن نتكلم بشفافيه معلش. يبقى دقيقة احنا ما قادرين نصفى هسي، ما هسي يعني احنا ماشيين بهدوء واحدة. انت ما من هناك جاية عندك كلامك في راسك مقتنية تماما انه ناس كامل دل بيتكلموا في الجلابة والجلابة مافشين، يعني ده خلاص انت دي حاجات انت كنت خدتها في راسك وجايبها. انا هسي بسألك سؤال، الجلابة مشى وين؟ انا ما بعرف، وريني اليوم وين هم ناس منو ومشوا وين، وريني اليوم انا ما اسال. انت قلت جلابة وينه؟ انت قلت جلابة وينه، يعني معناته انت ما شايف جلابة، انت شايف جلابة مافشين. انا ما شايفاهم وينهم، هم ناس منو، وريني اليوم يا كامل. ويعني انت ما تعرفي جلابة في البلد دي؟ والله داير اعرف منك وينهم هسي، وريني اليوم. يعني انت ما بتعرفي جلابة؟ انا هسي ما شايفاهم، انا هسي انا ما فاضيه لجلابه وما فاضيه انا هسي في غربتي ده انت ما شايفك، لكن بيعرف انه انت موجوده وقاعده تتكلمي معي، ما شرط تشوفوا، لكن انت عارفه انه موجودين ولا ما موجودين. الشوف النظر ما اشكال، انا هسي ما في محل القاعد فوق ده ما عايش في السودان، لكن بيعرف السودان حاصل شنو، بيعرف في مشاكل في سميمه، جنجويد جرى في الفاشر، الناس بالين الجنجويد، بيعرف التفاصيل، انا اي نوت ديتيلز، بيعرف التفاصيل، لكن ما شايف، انا ما عايش هناك في ارض الواقع، لكن بيعرف. انت ما بتعرفي جلابه قاعدين؟ انت وريني اليوم، انا سالتك انا ما عارفاهم، انا ذاتي عارفه الواقع، التفاصيل، عارفه تقدم الجيش، بنعرف الانتصارات، بنعرف الفتن، بنعرف المدي، احنا قاعدين نوقف في مبادرات لاهلنا، المحاصرات في دارفور، في الفاشر تحديدا، في كردفان، بعرف الواقع، التفاصيل الزي دي، انا ذاتي داير اعرف منك انت، لانه طوالي بتقول الجلابه، هم الجلابه دي ناس منهم؟ ايوه، يعني انت اصل جلابه ما بتعرفهم نهائي، ما يعني ما عندك فكره عن كلمه جلابه. انا عندي فكره، داير اعرف هم ناس منو، وريني لهم يا كامل، ما نكون احنا ناس واضحين. طيب يا هبه، ما دام انت ما عندك فكره، انت ما عارفه جلابه دي الناس منو، داير تعرفهم، تجي تسالني انا كامل في لايفي جلابه دي الناس منو؟ ليه؟ حددت كيف انه كده دقيقه نتعلم، ليه المشكله وين؟ انا ما قلت لك كامل الاحترام وكامل التقدير وشكرا على دقيقه، هاي دقيقه ما في مشكله، هسه ما في الكلام ده كله موجود مقدر معقول، ما في مشكله. هبه انت ما دام ديل ما عارفهم ناس منو وما بتعرف تفاصيله، صنفتي كيف انه الكلام ده عنصري والخطاب ده عنصري؟ انت عرفتي كيف الكلام ده عنصري ما دام انت ما بتعرفي؟ صنفته ليه؟ ما صنفتها كيف؟ انا كامل هسه حاجه، في زول لو جاء يتكلم، انا ما بعرف الاسبانيه، انا عمري ما بتكلم اسباني، ما بعرف. لو في زول جاء قال لي باسبانيا، انا ما بحدد انه كلامه كعب شين سمن بنبذني بشكرني، ما بيعرف، لانه ما عندي خلفيه عن الاسبانيه. انت قلتي ما عندي خلفيه عن الجلابه، ما بتعرف جلابه، تسالني انا كامل جلابه دي الناس منو؟ كيف عرفتي انه ده خطاب عنصري؟ طيب انت قصدك ناس عم سيف ولا منو الجلابه؟ انت ما دار توريني. لا عم سيف دي شنو؟ عم سيف دي شنو؟ ما تجيب لي اي اسم هنا، انا بتكلم عن منظومه. الناس اللي انت قلتي
انا اتكلمت فيهم وحددت وصنفت عنه خطابي، انا بالنسبه لهم خطاب عنصري ده اللي انت كنت ما بتعرفه، ما عندك عنه اي فكره. طيب يا حددت كيف انه كلامي عنصري، حددت كيف كلامي عنصري. نتجاوز ده يا كامل، نتجاوز الكلام ده، نمشي لحاجه. لا ما بتجاوز. نتجاوز نمشي وين؟ ما ده كلام احنا ناس كتار بيقولوا، ما بعد اسمها نتجاوز يا هبه. انت عرفتي كيف كلامي انا عنصري؟ والله يا كامل انت الخطابات العنصريه دي حاجه ما دار لها كلام. نحن ليه نقول ناس برهان وناس الجيش وغيره وغيره، وانا وضحت لك قلت لك نحن الجيش ده من 2003 كان بيشتغل ما صح، لكن نحن هسه لما شفنا انه العدو اللعين اللي هو الجنوي الجيش في الشعب السوداني، احنا فكينا الحياه وجينا ليه؟ لانه نحن عندنا مبدا وعارفين احنا مطالباتنا وعارفين الحقوق والحاجات اللي احنا طالعين لها الشعب السوداني وليس الشعب الدارفوري. نحن خلينا ننتهي من العدو اللي عنده، وبعدين نحن تصفيه الحسابات. نحن بعد المعركه دي بعد ما نخلص من الجنجويد سمعت كثير يا كامل ما يعتبرها كلنا عندنا محاسبات كثيره بعدين. ايوه تمام. اوكي هبه تمام. والله يا كامل انا ما قاعد اخش في لايفات بتاعت محاضرات واشتباكات وتفاصيل، لكن كامل التقدير لك لانك انت زول ما جنجويد، انت زول ما عدو للسودان، لكن انا كلامي واضح لك كأن يبقى الليله زول اختك لك الاحترام والتقدير. وقلت لك نحن هسه الشعب السوداني في الفتره دي نحن الجنجويد ينتهي في الشعب السوداني ونشرد فيهم، نحن لازم نوقف نحن وقفه بتاعت قلب رجل واحد ونبعد اي خطاب عنصري، نبعد اي حاجه بتصفينا. لازم يكون في التحام، لازم يكون في اتحاد سوداني بيناتنا، لازم لو ما في قوميه نحن ننادي باسم القوميه ونحن ننادي باسم الوحده، ونحن نطلع من بر الامان برنامج الجوي ده. وبعدين نحن في حسابات كثيره وفي ملفات كثيره مقصوره من 2003 يا كومرو. قدام يا هبه متفقين ما في مشكله. والله منتصرين قضيه واحده. مورال فوق يا كامل، انا قلت لك انت زول ما جنجويدي وانا عارفه مورال فوق وما ينوم، انت ما جنجويدي، لكن نحن ما غالبنا الخطابات العنصريه، لان نحن عندنا عادي وعندنا جنجويد قاعد في نصنا ما دايرين ندي فرصه نحن. بعدين نحن عندنا امهات الجنجويد ذاته لما مشيت قلت لهم كامل الجنجويدي هم ذاته يعني جنجويد ذاته كان مشيت قلت لهم كامل جنجويدي وهم ذاته يقولوا لك انت جنيت، يقولوا يعني مثال يعني مش انت بتطلع بعد مرات بتطلع خطاب عنصري، لكن الجنجويدي لو جاك فوق بتفتك وقاعد تمسك وما تجت. ثاني رجعنا لخطاب عنصري يا هبه. بس الله الجنجويد ده ما نقصر معاهم والله. ما قاعد تقصر. انت عارفه انا من وين؟ يجوا مرات منصورين ان شاء الله. هبه انا من قريه صغيره جدا، الكلام ده لاول مره في تاريخي في الميديا كلها انا بقول الكلام ده. انا من قريه صغيره جدا ما داير اقول اسم القريه، حدود الليبيه السودانيه المصريه التشاديه هناك جنب الاوينات. قريتنا صغيره جدا، قريتنا دي والله العظيم يعني نمله ما فضلت فيها، نمله ما فضلت فيها. ده لاول مره حياتي كلها في الميديا ما قلتها. يعني انا السودانيين دول كلهم ناس انا ببالغ لك سودانيين بسيطين، 50 مليون ده بسيط. افريقيا كلها تلقى جنجويد، الدنيا كلها تلقى جنجويد. انا كامل كده. في حاجه اسمها كرامه، في حاجه اسمها شرف، في كرامه. انا ما زي ادي لك الجنجويد كده يوم من ايام يقول والله يدي دي لو ما اعرف مديتها لفلان بتاع شنو بكره ما جعانين، ما جعانين. انا ما ناس ما جعانين ولا محتاجين. نعم انت فقير على التعريف. انا اعرف الاسره دي مليانه والخشم مليان والراس مليان، اي شيء مليان، ما محتاجين لحاجه. يعني احنا كل المحتاجين انه البلد دي تطلع لبرا الامام. شكرا لك يا هبه يا اخي كثر خيرك. والله انا فقير على التعريف. انا الاسره الكريمه كلهم لهم التحيه والتقدير، والمات ان شاء الله ربنا يجعلهم من شهداء الجنه، والحيين ان شاء الله ربنا يديهم الصحه والعافيه. انا مليقه بالاسره الكريمه كلها ومليقه بكل التفاصيل. حياك يا اخي والله منوره يا هبه. وهبه البروفايل دي صورتك ولا دي الفنانه الموريتانيه؟ دي صورتي يعني. اوه اوكي، انا افتكرت الفنانه الموريتانيه دي تشبهها. والله يا كامل موريتانيا عادي. شكرا لك يا اخي. لا بري تلاتي موريتانيا. تسلم الله يخليك. اللاريغو طبيعي. موريتانيا فنانه لي دور اللاريغو.
والله ما شاء الله دي الليله قويه دي موريتانيا عادين. لا لا لا، ما في كلام، ما في كلام يا اخي يا اخي. برتات لك يا ملا تركي ولا. شكرا لكم كلكم يا اخي. والله ومنصورين باذن الله، ونحن ما عندنا اي حاجه بس نقيف على حياك الحق. يا اخي. نحيي حياك الشباب الحركه، نحيي حياك يا مصر اليوم جماعة. ومراتنا. ديل ناس بنات ديل اخواتي يا اخي. انتوا كمان ما توالي ما تقلبوا الايه كمان يا اخي. بنات ديل اخواتي يا اخي. اي والله اخواتي. انا حقيقه نقول لهم انتوا باخلين على الحقيقه، انتوا قاعدين تبخلوا على الحقيقه.